مصر بلد دايماً في عين الطماعين، من أول الفراعنة لحد ما الإنجليز حطوا رجليهم فيها. بس هل الاحتلال البريطاني جه مرة واحدة ولا كان ليه مقدمات؟ تعالوا نرجع بالزمن ونعرف إزاي الإنجليز دخلوا مصر وفضلوا قاعدين فيها أكتر من 70 سنة. الإنجليز من زمان وهم عايزين يحطوا إيديهم على مصر، ودي مش أول مرة يفكروا فيها في الاحتلال. في سنة 1807 محمد علي باشا كان لسه في بداياته وكان في الصعيد بيحارب المماليك. ساعتها الإنجليز شافوا إن الفرصة جت ونزلوا بحملة عسكرية على مدينة رشيد بقيادة الجنرال فريزر عشان يشيلوا محمد علي ويجيبوا حاكم على الورق يمشوه زي ما هم عايزين. بس المفاجأة أهل رشيد والجيش المصري عملوا فيهم درس قاسي، وفريزر انسحب بعد ما فشل في تحقيق أي حاجة والحملة فشلت. لكن الإنجليز ما نسيوش مصر أبداً، وتعدي السنين لحد سنة 1882. مصر وقتها كانت غرقانة في ديون من أيام الخديوي إسماعيل، والوضع الاقتصادي كان صعب جداً. الإنجليز والفرنسيين كانوا عايزين يحموا مصالحهم ويسيطروا على قناة السويس. الناس كانت مش طايقة الذل، وبدأت حركة وطنية بقيادة أحمد عرابي اللي رفع شعار مصر للمصريين. الإنجليز ما استنوش كتير، قاموا بالحرب الإنجليزية المصرية وبدأوا بقصف اسكندرية من البحر في يوليو سنة 1882، والمدينة اتدمرت بالكامل تقريباً. رغم كل ده عرابي ما استسلمش واستصدر فتوى من الأزهر بتكفير الخديوي توفيق لأنه ساعد العدو على بلده، وبدأت التعبئة العامة. الإنجليز حبوا يدخلوا القاهرة من قناة السويس، وفعلاً نزلوا هناك ب40,000 جندي بقيادة الجنرال ويلسلي، وبدأوا الزحف ناحية العاصمة. وفي الطريق حصلت معركة القصاصين، وعرابي فاجئ الإنجليز هناك وكبدهم خسائر جامدة. بس للأسف الإنجليز جات لهم تعزيزات سريعة وده قلب الموازين. وفي 13 سبتمبر سنة 1882 حصلت المعركة الحاسمة في التل الكبير. المعركة دي كانت الضربة القاضية، الجيش المصري اتهزم والإنجليز دخلوا القاهرة ورجعوا الخديوي توفيق تاني للحكم تحت جناحهم. وبعد الهزيمة الإنجليز اعتقلوا كل قادة الثورة، وأصدرت المحكمة العسكرية حكم بالإعدام على أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي وطلبة عصمت وعبد العال حلمي وعلي فهمي. بس في الآخر الحكم اتخفف للنفي المؤبد وتم نفيهم لجزيرة سيلان في الهند. أما عبد الله نديم المناضل بالكلمة فاختفى ومحدش قدر يوصله. وهنا بدأت فترة الاحتلال اللي ما كانش ليها أساس قانوني، بس الإنجليز سيطروا فعلياً على البلد. الفترة دي الناس بيسموها المحمية المحجبة. مصر من بره لسه تبع الدولة العثمانية، لكن فعلياً الإنجليز هم اللي بيحكموا كل حاجة. والموضوع فضل كده لحد ما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، والدولة العثمانية دخلت الحرب ضد الإنجليز. ساعتها بريطانيا أعلنت الحماية رسمياً على مصر، وشالت الخديوي عباس حلمي الثاني وجابت مكانه حسين كامل وقالت له انت بقيت سلطان، ومصر خلاص بقت تحت الاحتلال البريطاني رسمياً. الاحتلال البريطاني لمصر استمر من 1882 ل 1956، يعني 74 سنة كاملة من الاحتلال والسيطرة. بس عمر ما الاحتلال بيعيش في بلد فيها شعب عنده كرامة. فضلت المقاومة مستمرة من ثورة 19 لثورة يوليو سنة 1952 لحد ما جت لحظة الانتصار. وفي سنة 1954 تم توقيع الاتفاق على خروج القوات البريطانية، وفي سنة 1956 خرج آخر جندي بريطاني من مصر وانتهت الحكاية. اللي حصل مش مجرد احتلال، دي كانت قصة كرامة وشعب ما استسلمش. واللي اتقال زمان لسه عايش، إن مات عرابي في 1000 عرابي جاي، والتاريخ عمره ما ينسى أبطاله.